اهلا بيكم وحلقه جديده من قلبك ابيض. الحقيقه النهارده احنا قلنا نستغل شارع عبد العزيز وديكور شارع عبد العزيز، وخصوصا ان احنا طلبنا من مخرج الوحده الثانيه بالمسلسل ان هو يشترك معانا في المقلب. النهارده ضيفتنا وهي داليا مصطفى، ما اعرفهاش خالص، عمري ما مثلت معاها، مش اصدقاء، ما اعرفش شخصيتها ايه، وعشان كده قررت ان انا ابقى ريهام سعيد. ريهام سعيد بتلعب دور اخت اشجان الكبيره، طبعا انتوا عارفين ان اشجان ماتت في الجزء الاول بتاع شارع عبد العزيز، فانا همثل من اختها الكبيره اللي جايه من البلد اللي بتظهر في شارع عبد العزيز الجزء الثاني، وهي جايه تلعب مشهد ضيفه شرف. يا ترى داليا مصطفى قلبك ابيض ولا لا؟ معلش ممكن اعمل بروفا على الحركه على ما تيجي يا استاذه مي؟ اوكي. بروفا هدوء يا جماعه. اقول له الكلام؟ بالظبط، يا ريت. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت انا كنت بسال على الاستاذ عبد العزيز. مش قاعد يا مان. بخصوص ايه؟ لا انا كنت عايزاه في موضوع شخصي، ممكن هو موجود؟ شخصي ايه وبتاع ايه؟ ده عنده ولد عايز يربيه. ايه الكلام اللي انت بتقوليه؟ انا ما اقصدش اي حاجه، انا بس بنت خالد شعلان صاحبه ومحجوب اخوه قال لي ان انا اجي هنا واديله رقم تليفوني عشان هو عاوز يكلمه وقلقان عليه عشان هو بقاله كذا يوم غايب ومش موجود. اوكي. حركه زحمه. حد ياخد بقى الورق ده؟ قوم يا ماهر، قاعد الاستاذ. اتفضل. دورة هام يا جماعه. حصل يا استاذ. حصل ايه؟ يا عم اللي بيناديها حالا. ايه يا عواق؟ الطريق منين يا عايز؟ ريهام تبقى قاعده هنا معاها تليفونها. حد معاه نسخه يا جماعه؟ لا ما شفتوش. موبايلات سايلنت يا اساتذه. خط وحش. استاذه حافظه ليه يا استاذ باين؟ لا انا مش حافظه، انا ما شفتوش اصلا. ماشي يا فندم. مش فاضي مسخره. معلش ممكن نعمل بروفا على الكلام سوا كده؟ انا جيت هنا. اه. مساء الخير، هو ده محل الاستاذ عبد العزيز؟ لا استني، انت هقول لك مساء النور الاول. مساء الخير، مساء النور. هو ده محل الاستاذ عبد العزيز؟ أمري، عايزه ايه وانا اعملهولك؟ كنت عاوزه اكلمه في موضوع شخصي. لو ممكن تديله رقم تليفون اكلمه. طب ما هي مش حافظه اهي. لا هو لازم اقوله بالظبط اللي موجود؟ لا يعني ما حاولي، مش شرط الهنا على فكره. مش بالنص عشان بيقولي انت مش حافظه. طب ما هو ما هي كان معاها وما حفظتش برضه. عادي دي جمله. وانا سالت المساعدين قالوا ان ودوا لك المشهد مش عارف ايه. ايوه مش المشهد كان برضه مع مدام داليا؟ يلا يلا نقوله تاني. مساء الخير. بنقول انها هتقول معنى الحوار، مش لسه هتشوف المشهد. ليه التفرقه العنصريه دي؟ اصلا ما عنديش جمل كتير. يلا تليفون الاستاذه معاها. معايا. افصلوا بس شويه عن بعض. اوكي وقفوا يعني. نفصل بس تمام كده. معتصم. لا المسافه واسعه. لا انا قرب سن. قرب سن بس تمام كده. بس اوكي يا استاذ. اوكي. تصوير. استاذه جاهزين؟ لا خلينا نقوله مره تاني. ماشي نعمل بروف.
لا خلونا نقول الكلام، خلونا نقول الكلام بعد اذنكم. مساء الخير. مساء النور. هو ده المحل بتاع استاذ عبد العزيز؟ أؤمري. عايزة ايه؟ عايزة ايه وانا اعملهولك؟ كنت عاوزاه بس في موضوع شخصي. ممكن تديله رقم تليفوني؟ عايزة منه ايه؟ ده عنده ولد عايز يربيه ومش فاضي المسخرة والكلام الفارغ ده. مسخرة ايه بس وكلام فارغ ايه؟ انا بس كنت عاوزاه عشان انا بنت خالة محجوب صاحبه، وهو تعبان وهو قصدي غايب بقاله كذا يوم وتليفونه مقفول، واخوه قال لي اجي هنا واديله واجي اساله عليه. الجملة كده صح يا استاذ اسامة؟ جملة ايه؟ الجملة بتاعت مدام؟ بما معناه عشان أنا ما بحفظ. لا يعني عشان في لجلجة كتير كده اوكي ولا ايه؟ لجلجي يعني عشان تديني كيو وانا هتكلم، يعني لو هي قالت كل مرة بشكل انا هاخد الكيو ارد ازاي؟ انت بتمثلي يعني مش شرط. طب قولي بالظبط قولي تمثلي. الجمله كده. لا طب انا بمثل قولنا- بس طب- لازم يعني اسيب جابة في النص. طب معلش نقول الكلام مع بعض. قولي اخر الكلام بس وانا هقول الكيو. ايه هو اخر الكلام؟ اخر الكلام ازاي؟ اخر جمله، اخر كلمه هنا. سعدي صاحبه. طب انا هعمل مكالمة تليفون زيها ولا فين يا احمد؟ تمام بالصمت. لا مش بالصمت ولا حاجه. بس انا بمثل يعني شنو؟ هي ست متخلفه عقليا ابونا كالعاده. وانت بتستعمل كده بجد؟ لا. معتصم. يا باهي. ايوه اتفضل. هاترك. هو معتصم فين؟ لا والله. طب اوكي عشان عندي بس تصوير. هكلمك تاني. باي. يلا يا جماعة. تحبي نقوله تاني؟ بس انا مش هقول لك الكيو بالظبط لاني ما بعرفش اقول، ما بعرفش احفظ امال بالظبط. ايه؟ امال اعمل ايه؟ خدي افهمي معنى الجمله وقوليها. انا اللي افهميها انت اللي فاهمه ليه؟ طب خلاص افهمي اللي انا هقوله قولي كلمتين. وانا اقعد احفظ دوري ودورك؟ يا حبيبتي لا، انا هقول جملتي. لا انت بطريقتي؟ احفظي معنى الكلام وقوليه. طب اوكي يلا نعمله تاني يلا. يعني اعرفي الكيو ايه وقولي لي الكلمه اللي هرد عليكي أوكي، عشان أنا ما هقول انساش لك اجابه الكيو في دي. النص. انت مالكيش دعوه انا اقول جابه ولا ما اقولش جابه على ما فكره. انا مش هرد عليكي ازاي؟ يعني ايه ارد عليكي يعني لازم ازاي؟ تديني كيو عشان ارد عليكي وادخل في كلامك يعني. لما تلاقيني الكلام سكت. اللي بيتقال هو احنا ما بنقولش الدستور. اه عادي يعني. زي ما بيتقال معناه ممكن يترد عليه بمعناه يعني. ده على اساس مفيهاش ان انا حاجة. اول مره امثل مثلا. طب مش يلا فاهم بقى عشان يعني انا إيه بصور من الصبح وتعبانه. يلا طيب. ما احنا تعبانين احنا كمان. طب يلا. انا بستنى. يلا يا جماعه. انا مش هقول الكلام على فكره بالظبط عشان بس نبقى متفقين. طب يعني دي حضرتك عمرك سمعتها؟ يا استاذه التليفون ما هو السكريبت بيتكتب ليه؟ مش عايزة- طب ادوني السكريبت أيوة، كده. السكريبت ده. لحظه يعني هو حضرتك هو بيبقى في مؤلف للمسلسل ليه؟ اما الواحد مش هيقول الكلام طب بالظبط. ادوني الورق بليز. ايوه السكريبت ده هات مكتوب الورق. في ممثل خلاص، مبدع اخر بيقراه يقولوا زي ما يحسوا حضرتك يعني. عارف في المسرح مش النظريه لا يعني. حضرتك عارف زمان في المسرح لما كانوا يقولوا لنا الخروج عن النص، في نص بيحترم ويتقال عشان انا بس ما بانش هبله قدام المشاهد وانا بتكلم اقعد استنيها يا ترى خلصت ولا ما انت خلصتش. بتعملي كده هبله ليه؟ ايه يا بالك. ريهام واحنا مش بعمل بنقول كده ولا ايه؟ قصدك بتقولي حاجه ده غريبه؟ مساء يعني الخير ابتديتي ومساء قلتي النور. الاول افهمي معنى الكلام وشو انا اللي افهم لا معنى الكلام انا اللي انت افهمي معنى هتقوليه. كلامي انا اللي انا هقوله، ما اقصدش ان انت تفهمي معنى الكلام، فهمي معنى الكلام اللي انا هقوله. لا خلص. اصل انت جايه ضيفه شرف، يعني جايه مشهد ولا مشهدين احفظيهم يعني ما فيهاش حاجه. معلش بقى اعذريني، يعني مش مثلا بعرفش كلام أحفظ. صعب مثلا او كتير او كده. ما بعرفش احفظ. طيب ما هو واضح انك ما بتعرفيش تحفظي، فانا ما اعرفش ما بتعرفيش تحفظي بتشتغلي ممثله ازاي؟ دي مش شغلتك، مالكيش دعوه على فكره. طب يلا يا جماعه يلا يا يلا استاذ اسامه احنا يلا هنتخانق تصوير يا ولا؟ جماعة. لا معلش خلينا نقول مساء الخير. مساء النور. لو سمحتي انا كنت بسال على الاستاذ عبد العزيز، مش ده المحل بتاعه؟ عاوزاه في ايه وانا اكلمه؟ لا اموري عايزاه في ايه وانا هعمله ليكي. ده اللي مكتوب بالظبط. قولي لي الكيو صح.
طب ما انا قلت لكم اعملهولك من الكيو صح؟ لا ما قلتيش واعملهولك. قلت اعملهولك ما والله. قلتيش حضرتك أموري. روحي راجعي. لا ما قلتيش سمعها يا أستاذ اموري أسامة على الكاميرا وما أنا قلت قلتيش إيه؟ عايزه ايه وانا هعملهولك. قلت عايزه ايه وانا اعملهولك. لا ما قلتيش كده. هو ولا بتحفظي anyway هو ولا خلاص، بتحفظي ولا خلاص. بتسمعي كمان. خلاص. حاجه غريبه قوي. على فكره ايه قله الذوق روحي دي؟ حفظي على الكاميرا. على فكره انا جايه اعمل طب مشهد لما لفت شرف. لما لازم لما تبقي تحفظي مؤدبه يبقى وانا قدامي. بتكلم معاكي. لما انا ما تحفظي غلطتش يبقى فيك قدامي يا انت. جماعة. ايه قله الذوق دي؟ هي ايه مجنونه؟ اوكي انا سمعت انها مجنونه بس مش للدرجه دي. طب معلش انا اسف يا استاذ، انا اسف. هنصوره ونشوف هيطلع ازاي، يعني مش النظريه. هتقعد تفتي وفي الاخر هنصوره زي ما يطلع. يا استاذ علي هات الزبونه هنا. دخلت عليها. انت فاهم ما رضيتش اخرج المسلسل ليه؟ ما من الاشكال دي. يا نهار اسود. طب قعدوا الناس الغلابه اللي واقفه دي واضح يعني إنه ده الطبيعي بتاعته. متعودين. يلا يا جماعه. الله يرحمك يا ست سعاد. ستاند باي. نهدى يا جماعه. بصي الجمله الاخيره اللي هقولها كده بالظبط مسخره ايه وكلام فارغ ايه. انا بنت خالد شعلان صاحبه وهو تعبان. لا وهو مش موجود بقاله فتره واخوه قال لي ان عبد العزيز صاحبه. دي اخر جمله هتقوليها. اسمعيني بس للاخر. ان عبد العزيز صاحبه واجي اسال عليه هنا. اوكي يبقى اخر جمله ايه؟ هاجي اسال عليه هنا. مش قادره اصدق انه بالسنتي. نهار اسود انت بتشغلها زي ما بنروح الله يحرقك. بيشغل مين يا حبيبتي؟ يلا يا جماعه يلا، مين اللي تصوير. بيشغلها؟ يلا حبيبتي. لا، تصوير. ثانيه واحده. مين اللي تصوير. الاستاذ ممدوح شاهين. الاستاذ ممدوح ما بيشغلش حد. يلا يا جماعه ستاند يعني باي. ايه شغال؟ يعني ايه شغاله ازاي؟ ازاي؟ وانت ثانيه وانت لو لاقيه تشتغلي كنت جيتي تعملي ضيفه شرف؟ انا جايه اشتغل. يعني كنت لو انت بتشتغلي او مشغوله في رمضان او كده تيجي تعملي ضيفه شرف في أنا المسلسل. مشغولة يا حبيبتي. بيشغلي بيشغل الناس الكويسه اللي بتعرف تمثل، اللي ما بتقعدش تقول جمله في 30 سنه. انا مش حبيبتي همثل ما المشهد ده تعالي على هنا تعالي هنا مش على همثل فكره. المشهد ده. يعني ايه يا فندم؟ يا مش همثل المشهد ده. شوفوا يلا في داهيه على فكره. انا إيه جايه بداهية؟ في إيه خاطر الأدب دي؟ ممدوح. إيه بداهية في 60 داهيه. ممدوح ايه؟ عايزه تمثلي ايه دخل مثلي. ممدوح بنت مش شعر عايزه تمثلي شعر تمثلي تقولي في 60 جملتين. داهيه على فكره. يا حبيبتي انت اللي جديده يا ماما. الناس ما بتقولش الكلام بالظبط. أنا جديدة بتقول إيه؟ بما معناه. آه. انت مذيعه انا جديده. بس. انا مذيعه. انا خريجه بس. تمثيل يا حبيبتي. والله؟ انا بمثل من انا عندي قد كده. الحمد لله ان العظيم. انت خليتيني بس بعرف اتكلم بقى، يعني بعرف اتكلم وبقول لهجات وبقول جمل يعني بصيت في المشهد قلته، يعني انا بصيت في المشهد لسه اول ثانيه دلوقتي وقلته، وانت معاكي لا المفروض انت عظيمه. انت ممثله معلش عظيمه. معلش ممكن حضرتك تتفضلي؟ طب ممكن نخلص؟ اتفضلي يا استاذه. معلش سوري انا اسف. وقت وانس ان لقيتي بقي اتقفل اتكلمي. معلش انا اسف. وبعدين انتوا عندكم ما شاء الله 3 كاميرات، يعني تقدروا تاخدوا الزاويه بتاعتي وبعدين تاخدوا زاويتها لوحدها من غيري. تعرفي تمثلي مع نفسك يعني. بعرف. طب خلاص خليه يعملوا لك مسلسلات معلش- لوحدك بقى. معلش يا استاذ انا اسف. أنا لا بجد انا مش جايه عشان اتقرف. معلش انا اسف. اتفضلي. يلا. المهم ان انا سالتكوا ده يا مصطفى دي من يلا نفسنا، يا قلت لي لا. جماعه. انا بقى سالت قالوا لي نفسنا. صدقي بقى والله آه. بيشغلوني معاهم ليه؟ عشان منافسنا. أنا هو ممدوح بيحب المنافسين. انا من الابطال هنا، انت ضيفه شرف حبيبتي. والله انا يشرفني. كانوا شغلوكي انت، كانوا جابوكي انت. انا شرفني ان انا اشتغل. جابوا ايمان العاصي ومعاكم مين تاني يا جماعه؟ وجابوا غنوه. لا هو كفايه. جابوكي انت ضيفه هو شرف. يبقى كان كفاية فكر فيكي من الاول. هو كفايه انت عليه في المسلسل. وعارفه انت كده فل قوي. ده انا مت في الجزء الاول، يعني جابني في الجزء ورجعوكي الثاني. تاني. لا جابوني اختها الكبيره. بيحبوكي قوي واضح. شايفة يعني ايه؟ هو الكرو بيموت فيكي. انا لسه مخلصه قلوب على فكره معاهم برضه. يا نهار اسود على جماله. معلش ممكن نصور بعد اذن حضرتك؟ ايه ده؟ ايه اللي انت جبتي لا، احلى ده مسلسل. حاجة انا سيئة. قلوب عملت. طب ما تقوليش الكلام ده إيه كتير. وحش؟ ما تقوليهوش كتير احسن. طب ما تمديش ايدك عليا عشان ما همش اضربك. بس ايه انا مش في بهزر. خليكي مؤدبه بجد. والله العظيم ما بهزر. خليكي من مؤدبه. فضلكم يا بلاش جماعة. قله طب ما ادب. تمديش ايدك عليا عشان ما همش اضربك قدام الناس، وهضربك بجد. على فكره همسكك من شعرك. لمي نفسك بجد. انا امسكيني من الشعر ده على فكره. معلش انا اسف. ايه ده لا مش همثل على فكره. مش انا بقى اللي مش همثل.
لازم دي تقوم من وشي عشان انا امثل. دي تقوم من وشك؟ اه بجد مشوها من وشي. يا استاذ علي شوف الاستاذ ممدوح مش حضرتك مخرج يعني تقدر بمنتهى البساطه تاخد زاويتي؟ يا حبيبتي انت بتقولي ايه؟ اخلصي بقى انت بتقولي بس ايه؟ بقى، انا موجوده في المسلسل هنا، بس انت جايه بجد. تسمع عندنا خلاص. طب يلا في 60 داهيه على يا فكره. ستي تعالي اقفي بدالها. تعالي حبيبتي تعالي اقفي بدالها. هو مش حضرتك مخرج هو مش بقى، انت مشهد. فين؟ انت فين؟ هو مش مشهد وهنخلص. فين المخرج؟ مش فارقه انت خالص. يا هيبيعوا باسمك المشهد ده المسلسل يعني؟ يا حبيبتي انا داليا مصطفى، انت مين؟ مين داليا مصطفى؟ انت عملتي ايه؟ تعالي كده نمشي في الشارع، ريهام سعيد ولا داليا مصطفى، نشوف مين فينا اللي هيتعرف. بجد؟ تعرفوا مين اكتر؟ تعرفوا مين تعالي أكتر؟ تعالي تيجي نجرب. انا مش عايزه اشتغل معاها بجد، حطوا لي زاويتي كده. ما وأنا تمشي. هقول. طيب ايه اللي مش عايزه اشتغل معاكي؟ يا حبيبتي واقفة انا قدام مش الكاميرا، جايه معاكي يا متصورة بنتي، قدام الكاميرا، افهمي. مش عايزه اشتغل افهمي، معاها. أنا جاية واقفة، عشان ما خاطر تمشي يا ستي. ممدوح، يا ستي مش عشانك. اتهزقتي في لوكيشن ممدوح، ما تمشي. مش عايزه اشتغل معاها بس انا واقفه مش هتحرك. حاجه غريبه قوي. على فكره انت وقحه وانا مش عارفه ارد عليكي. وقحة؟ دي لغه عربيه؟ تعرفيش تشتمي شتيمه وحشه؟ لا ما بعرفش اشتم شتيمه وحشه. ها يعني هنصور المشهد ده ولا لا؟ عشان عايزه اروح. انا مش فاهم انت عاملاه لا لا بليز خليني انا اصور. اصل انا عندي مشهد بعد ده، هو فمش في كده هضرب يعني؟ اليوم عشان انا عندي تصوير في مسلسل تاني الصبح. قلوب. لا مش قلوب، هو انا بشتغل مسلسل واحد في السنه حبيبتي؟ الدور الرابع اللي قاعد في البيت. يا جماعه بليز خلوني اخد زاويتي والنبي عشان خاطري. انت مصممه تاخدي زاويتك؟ انتوا بتدينا فلوس كتير ولا ايه؟ خلوني اخد ها؟ زاويتي وامشي. مصممه تاخد زاويتها، عايزه تاخد فلوس يا عيني. يعني ده مش على لغه يا فكرة. جماعه، يعني ده مش لغه كلام اصلا. وحياة ربنا انت ما تعرفيني لو اتعصبت، واقسم بالله العظيم لا اجيبك من شعرك. يا بنتي بقول لك مش شعري، جيبيني كده فرجيني كده تعملي ايه؟ ما تستفزنيش. لا والله بتضربي يعني وبتاع؟ والله. متربيه. طب نصور ولا ايه يا اساس؟ وانا اصور ازاي؟ انا مش في مسلسل اصلا، اصور ازاي؟ انا بنعمل فيكي مقلب. طب نصور ولا ايه يا اساس؟ وانا اصور ازاي؟ انا مش في مسلسل اصلا، اصور ازاي؟ انا بنعمل فيكي مقلب. هو قالوا لي ان انت مجنونه بس للدرجه دي الجنان؟ انا مش ما تزعليش مني. انا مش يعني انا داخله وانا بحبك، ليه بتعملي كده؟ بس انت ثانيه واحده صدقتي زي شارع عبد العزيز انا مت في الجزء الاول ما هو انتوا قلتوا ان انت اختها ولا امها يعني جايه تاني. وقال لي لا داليا حبيبتي وهتيجي تعمل المشهد، بس طلع بس قلبك ما طلعش ابيض خالص. لا انا قلبي ابيض، بس لو كنت سباق انا عماله ادور على حاجه ابطحك بيها، مش لاقيه حاجه قدامي ابطحك بيها والله العظيم. داليا لو كنت مصطفى صبرتي سنه بتطلع طيبه وهاديه و مش قلب ابيض. ده مش يمكن اعصابي تعبانه، عندي هو انت حاجه اللي فيها. عامله قلب ابيض صح؟ البوسترات كلها قلب ابيض. شفتي بقى دفت قلبك ابيض. داليا مصطفى يا جماعه غباء. تحيوها. غباء. سوري يا جماعه، وبص في المخرج وبص في الدنيا وممدوح وقلوب. سوري بجد سوري. ميرسي يا داليا وكل سنه وانت طيبه. ميرسي. انت عارفه ان انا خفت؟ انا اسفه بجد. لا انت عارفه انا خفت سوري لان هي يعني قعدت تقول لي هجيبك من شعرك وبتاع وحاسه انها يعني بتبص على وشي هتجيبني منين. لا انا بدور على حاجه مش عايزه. فانا سوري انا ما تزعليش مني بجد عشان غلطت فيكي. هطلعها قلبها ابيض كده كوسه. بس هو مش ابيض ولا حاجه. برافو داليا مصطفى.